السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما أبدأ موضوع اليوم عايزين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. موضوع اليوم بتكلم عن إن ربنا لا يستجيب الدعاء للقلب الغافل الله عن ذكر الله. طب إيه الدليل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. وفي الحديث الشريف يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان انت لما تدعي ربنا تكون عندك يقين بالإجابة، ان ربنا ان شاء الله هيستجيب دعائك، وان ربنا عشان يستجيب دعائك لازم يكون قلبك مش غافل ولاهي عن ذكر الله. يعني استغفر كتير، سبح كتير، اذكر ربنا كتير، كن على طاعة لله. اجعل قلبك معلقة بالله، والدعاء معلقة بقلبك. يعني ما تدعيش وانت في غفلة، يعني عمال تدعي وتقول يا رب مش عارف ايه وانت عمال تفكر في حاجة تانية وقلبك مش متعلق بالدعاء. ادعي وان شاء الله ربنا يستجيب. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.